كل ما اعمل فيديو افتكر اغنية بايلك كده بتيجي. يا جماعة انا مش قصدي حاجة، صفوا النية. والاغنية هي خطفت الرجالة. خطفت الرجالة حرصوا منها. تلعب على مين؟ اللي تقرب له الله، مش الله يعينها، ده الله يعينه هو، لان هيتخرب بيته فوري رسمي نظمي فهمي. بصوا يا جماعة بكل المقاييس هيتخرب البيت، وكل ده مين؟ على الاغنية صفوا النية. اللي بالي بالكم طبعا هي بيتكلموا على انها لما طلعت مع عمرو دياب او ظهرت في حياته وكانت صاحبة مراته، طلق مراته بعديها واتجوزته. طلعت مع تامر حسني، طلق مراته. طلعت مع شريف سلامة، طلق مراته. طلعت مع كريم عبد العزيز والهنا اللي انا فيه، طلق مراته. ده مش الهنا اللي انا فيه، ده السواد اللي ان شاء الله هيتقلب عليكم انتوا الاتنين، عشان ظالمين والظلم وحش والافتراء وحش. فانا مش عارفه هي دي اعتاب ولا اقدام ولا بتيجي بالصدف والحظوظ يا جماعه، واحنا اللي ظالمين، انتوا اللي مفتريين يا جماعه، بطلوا افترا بقى. ما هي اغنيه ايتن عامر جت على دماغي دلوقتي، خطفت الرجاله، انا هعمل لكم ايه؟ هي حلوه، جت اغنيه كده سمعتها وربنا يسامحني على الكذب اللي انا بكذبه. حلوه الاغنيه، خطفت الرجاله حرصوا منها يا جماعه. وبعد كده محدش بقى يمس اي واحده خايفه على جوزها، بصي هتيجي فلانه الفلانيه ولا علانه العلانيه هتمثل معاه، بلاش في الحلقه دهيه وتقولي لجوزك علي الطلاق بالتلاتة. بص هكتب عليك مؤخر صداق $1,000,000. انت عارف الدولار بكام دلوقتي ان مثلت معاها؟ بص محدش يمثل معاها، حرصوا على جوازاتكم يا جماعة، يا اما هتطلقوا فهمي رسمي نظمي كده، يا اما جوازاتكم هتروح منكم وهتيجوا بقى ايه يعني، طلاق بقى كده رسمي. اللي بالك يعني هيبقى في جواز ولا ارتباط ولا ايا كان، لان بجد والله حاجه تغم بجد. اصلا مش معقوله جت بالصدف يعني كل ما تيجي تمثل مع حد يحصل طلاق. ايه يعني؟ ايه اللي في يعني؟ قعدت افكر ايه اللي فيها يعني زياده، ان هما يعني مع ان مراتاتهم بتبقوا امارات يعني. كفايه مرات عمرو دياب ولا داليا مصطفى ولا مرات تامر ولا يحصل كده ايه؟ صدفه يعني، سبحان الله، صدفه يعني كده ولا ايه بالظبط؟ قلبوا كده الفكره في دماغكم وشوفوها، هل صدفه ولا معلومه اكيده مدبره وخطفت الرجاله حرصوا منها؟ دي اللي تلعب عليه الله يعينه ويعين مراته. سلام.